هنتكلم عن البوت كامب. انا عندي هنا مانج بوت كامب. هنا بشوف كل معسكرات التدريبيه اللي موجوده عندي، وبقدر ان انا اضيف بوت كامب جديد عن طريق اد نيو بوت كامب. بدخل هنا التايتل وهنا الديسكريبشن، الشورت ديسكريبشن وهنا الديسكريبشن، وهنا بختار الكاتيجوريز اللي تبع البوت كامب. تمام، هنعرف بعد شويه ازاي نضيف الكاتيجوريز تبع البوت كامب. تمام، وهنا نفس الكلام. هنا لو البوت كامب هنا سواء بيد مدفوع او فري، هو انا هنا لو فري فانا خلاص انا بدخل الصورة بتاعت البوت كامب، ولا نفترض ان انا هختار صورة من هنا، وبدخل تاريخ النشر. وهنا نفترض ان احنا هنقول مثال تايتل، هنا short description، هنا description. خلاص انا هختاره بيد، فانا بحدد السعر. هنا السعر 200، بعد الخصم هيبقى 100. واختار الكاتيجوري، المفروض ان انا اعمل ويب ديفلوبمنت. خلاص ندوس سبميت. فانا قدرت كده ان انا انشئ البيزك انفورميشن تبع البوت كامب. طيب البوت كامب عبارة عن في مناهج دراسية، فانا نفس الطريقة اللي كنت بنضيف بيها الكورسات فهي بنضيف بيها البوت كامب، يعني عن طريق ان انا بضيف تايتل، وانا هنا بختار المديول بتاعي. نفترض ان انا هختار المديول الاولاني، بختار التاريخ وهنا التايتل. اد مديول، انا ضفت المديول هنا، اقدر ان انا اضيف له لايف كلاس، بضيف له هنا من هنا البرايسنج السعر، وهنا انفو المعلومات بتاعته، البوت كامب، الاسئله بتاعت البوت كامب او ريكومندز او الاوتكم. ومن هنا بضيف الميديا طبعا اللي هو الصوره اللي انا كنت ضفتها، وهنا المعلومات تبع السيو. من هنا بيظهر لي الاحصائيات اللي تبع البوت كامب، البريشر هيستوري، تاريخ الشراء. انا عندي مشتركين في البوت كامب، اشتركوا امتى وتاريخ الشراء، واقدر ان انا اعمل اكسبورت ليها من هنا. نرجع للنقطة بتاعة الكاتيجوريز وطريقة إضافة الكاتيجوريز للبوت كامب، عن طريق إن أنا بدخل من هنا على البوت كامب كاتيجوري، وأقدر إن أنا أضيف اد نيو هنا كاتيجوري، بدخل التايتل بتاعة الكاتيجوري اد كاتيجوري، وتضاف معايا الكاتيجوري.